يا صباح الجمال من شيماء جمال. موقف على السريع. امبارح كنت راكبه الميكروباص، وكان في انا وكان في شاب ورايا في الكرسي اللي ورايا. انا دفعت 5 جنيه وهو دفع 5 جنيه. فالمهم، موضوع الميكروباص والمواصلات دي انا بقيت اركز فيها قوي. ليه بقى؟ لان كل واحد في السواقين بيستهبلوا، وكل واحد بياخد حق مش حقه. ولو ليك نص جنيه او ليك حتى جنيه بيستهبلوا، لازم تطلب منهم عشان يدوك. ولو مش عايزين يدوا فبيقولوا مش معانا فكه، هاتولنا فكه. فانا فكرت ان انا قبل ما اركب المواصله ان انا افك معايا جنيهات وانصاص، ودي طبعا مش جايه معايا خالص، مش عارفه اعملها اصلا. فالمهم، انا دفعت 5، والشاب اللي ورايا ده دفع 5 جنيه، فاداني 5 جنيه، فاديت الراجل 10 جنيه، قلت له من كل 5 ايه؟ من كل 5 واحد. راح اداني. فما ادانيش بقى باقي، المفروض ان هو يرجع لي جنيه. فبعد شويه كده قلت له لو سمحت في جنيه ورا. راح باعت لي الجنيه. فبعدين رحت من ورا وشي كده، قلت له هو انت خدت الجنيه بتاعك؟ قال لي يا ستي. قلت له يا ستي اخدت الجنيه بتاعك؟ قال لي لا. رحت قلت له لو سمحت في جنيه تاني ورا. فبعدين رحت بقول له يعني ايه ما طلبتش بالجنيه؟ قال لي يا ستي يعني هي جت على جنيه. وما اعرفش، وكاني بكلم حد من طلبة المدرسة. لقيت نفسي نسيت نفسي وبكلمه بقول له ما هو انت لما تضيع حقك في جنيه هتضيع حقك في 1000، هتضيع كرامتك بعد كده. لسه بقول كرامتك، رحت لقيت الراجل بيقول في جنيه ورا لو سمحت، في جنيه ورا. بس مش عارفه انا قلت كده ليه، ولا عارفه انا عملت كده ليه. بس حقيقي لان الموضوع بدأ يستفزني شخصيا. يعني ايه انت تقبل على نفسك نص جنيه ولا جنيه، مع العلم ان بيبقى فيه فكه ومش عايزين يدوها. وبلس بقى ان كل واحد بيغلي على مزاجه. يعني مثلا 6 جنيه، 6 ونص، 7 جنيه، اوقات المواصلات بتوصل لكده، واوقات ياخد ال5 جنيه يقولك معكش فكه. الفكره والخلاصه من الموقف، الفكرة بقى في ايه؟ الفكرة في ان انت ما تسيبش حقك ولو شايفه بسيط. لان انت شايفه بسيط دلوقتي هتفضل يخزن عقلك الباطن ان انت اهو بتسيب حقك وبتسيب. انا حرفيا ما كنتش بدور على باقي، وكنت عادي، وكنت حرفيا اصلا يعني من ممكن من سنة الموضوع ده. وكنت ايه اللي هو ايه يعني جت على نص جنيه، ايه يعني جت على جنيه. لما بدأت افهم ايه اللي ليا وايه اللي عليا، وايه حدودي، وايه اللي انا ممكن اقدمه، وايه اللي ممكن اطلعه، وايه انت يعني ايه تاخد حاجة غصب عني حتى لو انت شايفها بسيطة. بدأت افهم، وبدأت يفرق معايا النص جنيه ويفرق معايا الجنيه. انا اقدر اسيبهولك في حالة واحدة لو انت فعلا معكش فكة. اقدر اسيبهولك في حالة واحدة لو انا فعلا مش حاسة ان انت واخده غصب عني. يا جماعة، فكرة الحق ده على فكرة، ان انت تسيب حقك. انا ممكن اكون بكلم ونفوس مريضة تقول دي بتتكلم في نص جنيه وفي جنيه. لا، انا الفكرة مش فكرة نص ولا جنيه. انا الفكرة فكرة ان امتى تقول انا سبت حقي وتمام، وامتى اقول لا انا بطالب بحقي. لاني ساكت عن الحق شيطان اخرس. وخد بالك الموقف ده كمان في العلاقات. يعني ما تخليش مثلا حد ان هو يتعدى حدوده معاك في حاجات انت ممكن تقدمها، ويلا بقى مش مهم، ادي حنية ودي حب ودي ودي ودي، مش مهم بقى عادي يعني لو ما خدتش. لا، انت برضو محتاج نفس الحاجة اللي انت بتطلعها. تمام. صباحكم جميل زيكم. افهموا الموقف صح، الموقف مش نص ولا جنيه، الموقف اكبر من كده بكتير. الموقف محتاج يتفهم صح، ان مش اي حاجة بنطلعها لو بمزاجنا وهنطلعها بحب يبقى خلاص نسامح فيها. لكن لو حد هيغصب علينا ان احنا نعمل حاجة او نطلعها غصب عننا، فهو ده اللي مش مقبول، وربنا ساعتها